إصلاح ملفات الأوتلوك أو ملفات الخاصة بالمراسلات في برنامج الأوتلوك. دي هتكون حلقتنا النهاردة، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني، والنهاردة هنتكلم على بعض الرسائل اللي بتظهر لنا واحنا بنفتح برنامج الاوتلوك. زي ما احنا شايفين قدامنا بعض الأحيان بتظهر قدامنا رسائل بتوضح لنا ان في مشكلة حاصلة في ملف الخاص ببرنامج الاوتلوك. An unaccepted error prevented access to this file. We use the scan disk to check this disk for errors. هو هنا بيطلب مني ان انا اشغل سكان ديسك عشان خاطر اشوف الايرور الخاص دوت واعمل using the index repair tool again. وفي بعض الاحيان بتظهر لنا رساله بالشكل دوت بيقول لي ان something is wrong with one of your data file and Outlook needed ايه بقى؟ needed to close. دي حاجه، والاوتلوك may be able to fix your file وكليك OK to run index repair tool. طيب لما تظهر عندنا رسالة من الرسائل دي، في الحالة دي احنا بنروح على طول نشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله. اول حاجة هو ايه اللي بيحصل وبيخلينا نحتاج ان احنا نتشيك الملفات الخاصة بالاوتلوك. اما ان البرنامج الاوتلوك بيكون شغال والكهرباء قطعت، فبالتالي بيحصل دامج او بيحصل بعض المشاكل والخسارة أو التلف لملفات اللي شايلة الإيميلات بتاعتنا. وفي الحالة دي إحنا بنحتاج نشغل الأوتبوكس أو الأوتلوك إندكس ريبير أو برنامج PST سكان عشان خاطر نقدر نسكان PST. طبعا إحنا عارفين إن الأوتلوك بيتشال على حاجة من اتنين، يا إما PST أو OST. PST ده لو أنا شغال بالبوب ميل، لكن لو شغال بالاي ماب انا بشتغل على OST. لكن اللي بيحتاج دايما ان تعمل له ريبير هو PST فايل. طيب بعض الاحيان بتظهر رسائل بعض اليوزر عن طريق غير مقصود بيعملوا ديليت للملف PST من اللوكيشن بتاعه، ولما بيجي البرنامج يفتح ما بيلاقيش الملف في اللوكيشن بتاعه، فبتطلع رسالة خطأ اخرى. في حلقات تانية هنقول ازاي نقدر نعالجها. طيب انا النهاردة عشان خاطر اشغل البرنامج دوت هروح فين اللوكيشن اللي انا هبتدي بيه. الاول البرنامج ده انا مش محتاج ان انا اعمل له داونلود، او الفايل ده مش محتاج ان انا اعمل له داونلود. التول دي موجوده جوه كل ويندوز انت بتنزله. في الحاله دي احنا بنروح ندور على اول حاجه هفتح اللوكيشن بتاعي او هفتح الماي كمبيوتر وهروح على السي عشان اشوف الملف ده موجود فين. موجود في البروجرام فايل، وبعدين هدور على مايكروسوفت اوفيس، وبعدين هدور على اوفيس 16. في النهاية انا بدور على ملف في الحقيقة اسمه سكان بي اس تي. لو احنا خدنا نفس السبيلنج ده ودورنا على الجهاز على scanpst.exe لانت ابلكيشن هنلاقيه اي مكان اللوكيشن بتاعه، بس ده اللي موجود قدامي دلوقتي على الجهاز. هقول له دبل كليك وهرن الملف ده. لما باجي ارن الملف بتاعي في الحالة دي لازم اقول له روح بص لي على اللوكيشن. لو احنا جينا بصينا هنا هتلاقي ان في لوكيشن زي ما انتم شايفين هو موجود فيه PST الخاص بالاوتلوك، وده اللي هيتعمل له ريبير. يبقى انا لازم هروح اقول له في الاول اعمل براوز وروح دور على الملف بتاعي، وانا هختار ملف يكون حجمه صغير عشان نعمل له ريبير بسرعة. وبعدين هبتدي اقول له اعمل لي عملية ستارت سكان. هنا بيقول لي ان في 8 ستيج. طبعا هو ما بيبقاش بالسرعه دي، بيبقى ابطا من كده كتير، بس انا جبت PST يكون حجمها صغير عشان الميشنز كلها او الميشن كلها تتم قدام عينينا. هنا اول ستيج بيبتدي يعملها، هيخلص الستيج 1 اوف 8، بعد كده هيخش على 2 اوف 8، وهنفضل ماشيين لحد ما يقول لي خلاص انا خلصت عمليه السكان، ابتدي بقى اعمل عمليه الريبير. كده هو خلص السكان وخلص الستيج بتاعته كلها،
وهبتدي دلوقتي اقول له اعمل لي عمليه الريبير ورجع لي البي اس تي فايل ده زي ما كان الاول. وطبعا كل ده بيتم اثناء ما احنا بنكون قافلين برنامج الاوتلوك، مش واحنا فاتحينه، ده كله بيتم واحنا قافلين برنامج الاوتلوك. هقول له ريبير وهبتدي اقول له يس، فهو هيروح يعمل ريبير ويرجع يقول لي ان انا خلاص ريبير كومبليت. هنا الميشن خلاص خلصت وعمل لي ريبير كومبليت. اقدر بعد كده اروح افتح برنامج الاوتلوك بتاعي وهنلاقيه بيفتح بشكل جيد وبطريقه جيده. التول دي السكان بي اس تي عاده اللي بيستخدمها الاي تي اخواتنا، لكن مفيش مشكله ان حد يكون بيفهم شويه في الكمبيوتر او بيتعامل مع الكمبيوتر بشكل جيد او ما بيلاقيش مشكله في التعامل مع الكمبيوتر ان هو يلجأ للتول دي مع برنامج الاوتلوك. دي كانت حلقتنا النهارده، ازاي نريبير او نستخدم تول السكان بي اس تي عشان نقدر نصلح بعض الدمج اللي حصل في البي اس تي فايل الخاص ببرنامج الاوتلوك. وهنشتغل على الجزئيه دي اكتر من حلقه ونشوف ايه تاني ممكن ياثر على الاوتلوك بتاعنا في الفتح او في التشغيل. دي كانت حلقتنا النهارده، اتشرفت بيكم ودمتم في امان الله.